السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. كيف كتشوفوا غادي نحضروا المفور كيجي غزال على طريقتي، على بركه الله. غادي نوريكم الطريقه بسيطه. كندير الماء كيغلي، كندير فيه 2 ورقه سيدنا موسى اولا ورقه الرند وشويه ديال الزعتر، وكنخليهم يطبخ بهم. علاش؟ باش كنحط المفور الفوق كيطلع داك المذاق ديال ورق سيدنا موسى وديال الزعتر، كيجي خطير. دابا المرحله الثانيه نمشي نحضر الشرموله اللي غندير في الدجاج. كندير الثومه، كندير شويه السمن اولا الزبده اللي متوفره صافي. نضيف كذلك شويه ديال الربيع، وكنوضع العطريه العاديه سكينجبير، كذلك كنوضع الخرقوم كيف كتشوفوا. كندير تقريبا واحد المعلقه كبيره مملوءه، وكنضيف كذلك البزار كيبقى على حسب الذوق. كندير نص معلقه كبيره، وكندير الهريسه. هاد الهريسه كيف كنقول لكم دائما ما حراش، غير محمضه. وكندير ضامه البنه. هاد ضامه البنه اختياريه، اللي بغى يديرها، اللي ما بغاش يستغنى عليها اكيد. صافي في هاد المرحله غادي نجيب شويه ديال الموطارد وغادي نضيفو حتى هو، كيجيب لينا واحد البنه زوينه لهاد الشرموله. وكنضيف ليها الزيت اللي غيخلط لي الخليط ديالي. واكيد احسن حاجه اللي غادي نوضحها اللي هي اليازير، كيعطي طعم وبنه لذيذه للدجاج ديالنا. كندير واحد العريشات شويه، ما كنكترش بزاف، كتجي النسمه ديالها خطيره. جربوها باليازير وردوا عليا. صافي هنايا كيف كتشوفوا غادي نخلط المكونات مع بعضياتهم بهذه الطريقه. حتى نسجم ليا المكونات كامله بالطريقه كيف كتشوفوا. وغادي نضيف شويه الملحه كذلك كتبقى على حسب الذوق. صافي ونخلط المكونات مع بعضياتهم كيف كتشوفوا. قبل منها غادي نضيف لها الحامض. انا كنعصر الحامض مزيان هنايا، راك عارفين الدجاج كيبغي الحامض، وكتجي الشرموله خطيره. صافي نكمل التخليط ديال الخليط ديالنا ديال الشرموله بهذه الطريقه. وغادي نجيب هذاك الدجاج اللي انا محتاجه الطريفات اللي غادي ندير. كيف بحال هكا انا خديت الفخذ بركبته صافي، وكندخل الشرموله فيه مزيان وغادي نخليه واحد تقريبا واحد 10 دقائق اولا. كل ما خليته تشرب لينا العطريه مزيان كل مزيان. انا ما عنديش الوقت، نخليه غير 10 دقائق باش نحطو يطيب. كيف قلت لكم كل ما خليته كل ما كتجي واحد البنه، وكل ما كان داخله فيه الشرموله كيطيب يا سلام. صافي هنايا كيف كتشوفوا بديت كنوضع في هذاك الدجاج ديالنا بهذه الطريقه فوق الكسكاس، حيت غادي نبخروه المفور ديالنا بهذه الطريقه كيدار. صافي دابا غادي نستمر تنسالي ونرجع لكم. بهذه الطريقه خليت واحد الشرموله اللي غادي نضيف فيها خيزو اللي غنقطعو دوائر كيف كتشوفوا. وغادي نضيف ليه كذلك البطاطا اللي مقطعه على هذا الشكل. وغادي نشرمل هذيك الخضره مزيان، ندخل فيها العطريه، عاد نحطها من الفوق هذاك الدجاج تبوخ. عرفتي فيها واحد البنه الا شرملتو غير الخضره وخشيت طيبتوها كتجي لذيذه، ما بالك ديروها مع المفور. صافي هنايا كيف كتشوفوا غادي نستفها من الفوق ديال هذاك الدجاج بهذه الطريقه حتى غادي نسالي.
هنايا تقريبا كتاخد لينا 45 دقيقه في الطياب داك الدجاج، وكتكون كلها طابت. وكتحيديها من فوق البوطه، كتجي تتشمي واحد الريحه يا سلام. هنايا بقات ليا واحد شويه كنت حطيته جنب اللي غادي ندير فيه الشعريه الصينيه اولا الفيرميسيل، وغادي نشرملو مزيان. ندخل فيها ديك العطريه كيف كتشوفوا، تيدخل فيها مزيان ونقطعها بيديا كيف بحال هكا، كيف بحالها. ما نخليهاش طويله بزاف. بهذه الطريقه كنشرب فيها ديك العطريه مزيان، وتا هي غادي نوضعها من الفوق هانتوما. وكندير فيهم حتى الحامض مصير مقطع، حتى هو ضفتو، حتى هو كيجي خطير. صافي كيف كتشوفوا هذا هو الفيرميسيل بعد ما تشرمل لينا. غادي نوضعو من الفوق بهذه الطريقه، وغنسد عليهم. بهذه المرحله هذه غادي نحسب 45 دقيقه، غنطفي على الطنجره ديالنا. بعد ما نسد عليه غادي نحسب 45 دقيقه. شوف كيفاش غنقادو ونصايبو من الجوانب ديالو مزيان بهذه الطريقه. صافي وغنخليه يطيب حتى يوجد لكم من بعد. دابا نخليه 45 دقيقه ونرجع لكم. هانتوما كيفاش جا. بعد ما دازت 45 دقيقه غادي نقلبو في الاناء ديالنا ونرجع لكم. صافي هنايا كيف كتشوفوا هذا هو الطبق ديالنا، كيجي على هذا الشكل. الروائح اللي فيها يا سلام. ودابا اللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله.